عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم وصفه ممتازه جدا جدا بتعمل على تقليل زيوت البشره الدهنيه، تقليل تحرق البشره الدهنيه وافراز الزيوت الزايده جامد، خاصه لما بنيجي نحط الميك اب. بتعمل كمان على ازاله التجاعيد، بتعمل على قبض المسام الواسعه الكبيره في البشره اللي بتاذي بنات كتير جدا، بيبقوا عايزين حل جذري لقبض المسام، مش قفل المسام، قبضها. بس طبعا قبل ما اتكلم عن الفيديو بتاعي حابه اقول ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. الفيديو بتاع النهارده مهم جدا، على قد ما هو بسيط ومكوناته بسيطه على قد ما هو رائع في فعاليته. اولا كل اللي احنا هنحتاجه في ماسكنا النهارده، بنحتاج بياض بيضه وعصير نص ليمونه. في مكون تالت اختياري جدا هو العسل الابيض او عسل النحل، بتضيفي عليه بس ربع معلقه. بتبتدي تعملي ايه؟ بجيب بياض البيضه زي ما احنا شايفين اهو، وببتدي اضيف عليه عصير نص الليمونه. حاجات بسيطه يعني، لو انتي بشرتك حساسه ما تحطيش الليمون، حطي العسل. هبتدي اقلب كده كله مع بعض بالشكل ده، تمام. وبعد كده ببتدي باي فرشه عندك، تمام، وابتدي تاخدي من الخليط بتاعك وتبتدي تدهنيه على بشرتك. الاهم من ده كله ان احنا نعرف فوائد الماسك اللي احنا هنستخدمه ده ايه. اولا بياض البيض من الحاجات الرائعه جدا اللي بيحتوي على فيتامينات عديده جدا جدا، زي بي 12 وفيتامين ا وفيتامين د وفيتامين اي. كل ده بيحتوي في البيض، البيض بيحتوي عليه يعني. طيب فوائد برضو ايه الحاجات اللي اقدر تكون مشكله في بشرتي علشان اقدر استخدم البيض ده او بياض البيض. اولا انه بيشد وبيصغر المسامات الكبيره. بياض البيض ليه خصائص قابله للمسام الواسعه، بيضيقها الى حد ما وبيشد الجلد بشكل مش طبيعي. كمان بيحد من زيوت البشره الدهنيه، طبعا بيشد البشره وبيصغر المسام، فانه طبعا بيفيد اصحاب البشره الدهنيه من خلال تقليل الزيوت فيها وامتصاصها. بيمتص الدهون اللي بتبقى في البشره، ان احنا اصلا نعمل قبض للمسام، يعني مفيش زيوت كتير هتخرج من البشره. بيحارب كمان حب الشباب وبيزيل اثاره. الزيوت اللي بتفرزها البشره الدهنيه هي الاساس في تكوين حب الشباب. بياض البيض بيمتص الزيوت دي، وعند المداومه على بياض البيض هتتخلصي تماما من ظهور حب الشباب وتتخلصي من اثاره. كمان بيخلصنا من الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء عن طريق ان هو طبعا بيشد طبعا البشره، بينظفها، بيمتص الزيوت من البشره، بيساعد على التخلص من الرؤوس السوداء. يعني مشكله المسام الواسعه دي بتؤدي لنا الى ظهور رؤوس سوداء، ظهور حب الشباب طبعا لانها بتفرز زيوت، ظهور يعني افراز الزيوت الزايده في البشره الدهنيه. فكل ده هو بيقضي عليه تماما. بيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقه بسبب مفعوله في شد الجلد، فانه بيأخر من علامات الشيخوخه المبكره، زي طبعا التجاعيد والخطوط التعبيريه اللي بتبقى حوالين العين وحوالين الفم. كمان بيقلل من انتفاخ منطقه العين، بيشد ترهلات الجلد وبيخفف من ظهور التجاعيد بمنطقه حول العين. بيزيد كمان من مرونة الجلد لانه طبعا بيحتوي على البروتين، بيعطي الجلد ملمس ناعم وجميل جدا. كمان الليمون اللي احنا استخدمناه مع الماسك بتاعنا مفيد ورائع جدا، بيحتوي طبعا على مضاد اكسده عاليه جدا، بيحتوي على فيتامين سي للتبييض وللتفتيح. يعني الماده اللي احنا عملناها مع بعض دي فهي رائعه رائعه رائعه، كنز بجد. استخدميها هتوفر عليكي كتير. كمان ممكن تستخدمي الماسك ده يعني هنستخدمه مرتين في الاسبوع. كمان لو انت بتحطي ميك اب كتير هينفعك قوي لو بشرتك بتفرز زيوت كتير، فهو رائع. مش هيخلي الفاونديشن الزيوت يعني تطلع من البشره فهتاثر على الفاونديشن. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم ان شاء الله. بتبتدي تاخديه على بشرتك وبتسيبيه لحد ما يجف تماما من 20 ل 30 دقيقه او 25 دقيقه، هتلاقي بشرتك اتشدت تماما. ما تعمليش اي حركات تعبيريه وهو محطوط على بشرتك علشان الخطوط
فدي من الحاجات المهمه اللي حبيت اقولها عليها في اخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.